انت لازم تحكي لي وتحكي للناس، يمكن كتير ما يعرفوش ان هاني شنودة هو اللي اكتشف عمرو دياب. اكتشفته ازاي؟ احنا كنا فرقة المصريين بنلعب في بورسعيد، خلصنا الحفلة واحنا ننام في الاوتيل. انا يا دوبك لبست البيجامة سمعت خبط، فتحت الباب لقيت عمرو. خير؟ قال لي انا عايزك دقيقة. اتفضل. خير؟ قال لي انا مطرب وعايز ابقى سمعني. قلت له بص، ودنك كويسة، صوتك حلو، عرب كويسة، شكلك حلو، واحنا بقينا في عصر التلفزيون، هتنجح. لكن في حاجتين بقى غلط، ان انت في بورسعيد وان انت بتنطق بورسعيدي، دول الاثنين مش هينفعوا. كان عمرو بينطق بورسعيد ساعتها. ودي لهجة انا بحبها على فكرة. لكن ما تنفعش، اللي عايز يغني يغني قاهري. ده فسكت كده والسكتة طالت وانا عايز انام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوق بعد كده خلاص. صحيت الصبح، الاتوبيس اللي هياخدنا القاهره موجود، والفرقه كلها موجوده، تحسين يلمظ، ايمان يونس، ممدوح قاسم، هاني الازهري، كلهم موجودين ومعاهم عمرو. خير يا ابني في ايه؟ انا قلت هيقول لي تاني اسمعك وبتاع. انا جاي معاكم مصر. جاي معانا مصر فين؟ عندك حته تبات فيها؟ عندك مش عارف ايه؟ قال لي انا جاي وجايب المنتج. طب اركب. قال طب هنادي المنتج. قلت له كمان المنتج يعني معهوش فلوس، يعني انت جاي على حسابنا والمنتج كمان على حساب منتج ايه ده؟ المهم جينا مصر، فضلت بقى لفيت بيه على جميع المخرجين. على فكره بابا انتج له حاجه، انتج له اغنيه اسمها تيم الاسد المرعب بتاعت صلاح جاهين. مظبوط. من اول الحاجات اللي غناها، او دي يمكن اول واحده غناها. المهم نرجع بقى ايه، لفيت بيه على كل المخرجين، ولفيت بيه على مش عارف ايه، ورحت بيه على اهم منتج في مصر. قلت له ده هيبقى مطرب العرب الاول، خلي بالك، لان في حاجه معينه كده هو يعني كاريزماتيك موجوده فيه. فقال لي طب اشوفه. اتفضل. جه عمرو بص له هو كده من فوق، قال طب سيبنا لوحدنا شويه. قال له سمحت سيبنا شويه. ايه هاني انت بتعمل من الحبه قبه؟ ده اللي هيبقى مطرب بالعرب؟ لا يا جدع ما تضيعش وقتك ماشي. سنه وثلاث اربع اشهر تليفون من المنتج، قال لي حاجه، فانا مضيت مع صاحبك بكام؟ قلت له صاحبي مين؟ قال لي عمرو. قلت له كام؟ قال لي ب1,200,000. انت تعرف حضرتك عمرو كان طالب كام في اول شريط؟ وكل شريط يزداد 15%. انا مش هقول ان هو ما بيحبش الحكايه دي، بس الناس في مصر اذكياء قوي. طلب اتفهمت، بس انا ما قلتش. ميزه المزيكا ان انت ممكن تقول اي حاجه والناس ما تاخدش بالها. انت عملت له كام لحن يا مايسترو؟ عملت له 4 اغاني؟ 4 اغاني في الشريط الاولاني. عملت له اغنيه بتاعت ثانويه، وعملت له الكتير من السهرات اللي طلع فيها بصوته بس ما كانش بيمثل. طب قول لي دلوقتي عمرو دياب بيسأل عليك؟ هنقل معاك نقله تانية، لا ابني بيسأل عليا ولا بنتي، فببقى مطمن ان كل حاجه كويسه. لو ضربوا لي تليفون يبقى بابا في مشكله، هات فلوس، هات بتاع، الحق ده احنا حصل لنا، ده الرخصه اتسحبت، ددت. فالحمد لله ما بيكلمونيش، يبقى كل حاجه كويسه. طب الحمد عمرو لله. دياب بيسأل عليك؟ ما انت الناس كلها فهمت. ايه؟ ما بيسألش؟ ما بيسألش عليا. مش في اي اغنيه كده؟ ما بيسألش يعني اخر مره كلمك، عليا. يعني بما انك انت اللي قدمته اخر مره كان امتى مثلا؟ يعني عمرو انا اعرف انه المفروض مجامل، يعني ما بيكلمكش خالص؟ لا اصل على فكره هو مشاكله كتيره. اولا عنده جيم في البيت. انا رحت شفت الشقه بتاعته اللي كانت على النيل، في جيم، في سبا، في يعني هيعمل ايه ولا ايه؟ يصحى الصبح بقى يتمرن في حاجه بقى انا هقول لحضرتك عليه. لما طلع انت مش زعلان منه يعني؟ لا 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 خالص. على فكره
ما دام هو بيشق طريقه وناجح اشوف حد تاني. مم. يعني هي الدنيا لازم تكون كده. اه بس عايز اقول لك لكن ما فكرش ترجع تتعاون تاني مع عمرو وتعملوا تجارب جديده وافكار جديده؟ والله فكره اول واحد يقولها لي دي. انا ممكن لو هو يقبل ان احنا ننط اللي معمول ده ونعمل حاجه متقدمه اكتر، انا ما عنديش اي طب مانع. انت ايه رايك في اخر اغاني عمرو؟ مش ده اللي قبل كده الحقيقه. مم. يعني اصل عمرو عنده ميزه اقول لحضرتك عليها. لما اتصور بالفانيلا اللي هي حمالات دي، ناس كتير زعلت وانا سقفت له، لان اللي ياخد الشباب للرياضه احسن من اللي ياخدهم للمخدرات والحاجات التانية. فهو مثل اعلى للشباب في رايي، وده حاجه تحسب له 120%. صحيح صحيح. لكن في بقى حاجه اللي هي ايه، الزمن لما بيمشي، انتقال الزمن ده بيسبب انتقال في كل حاجه، كل حاجه تتغير. فطبعا من ضمن التغيرات ان هو لازم يلاحق اللي بيحصل بقى. يعني دلوقتي لما تشوف حضرتك حفلة لواحد رابر بيتكلم راب، مصورينها بدرون، اعداد مهولة عمرو ما قدرش يجيبهم. فيبقى في قصة، لو عملت له لازم انط الناس دي كلها واعمل متقدم اكتر اظن.